النادي الأهلي يعلن مغالاة البنك الأهلي في سعر أسامة فيصل يجعلنا نقترب من ضم محمد شريف، ولكن في حال بيع وسام أبو علي بعد كأس العالم للأندية. أكد النادي الأهلي على أنه بعد كأس العالم للأندية بإذن الله في حال بيع وسام أبو علي فأن النادي الأهلي بالتأكيد هيتحرك لضم مهاجم بديل، والمهاجم البديل على الأغلب هيكون مهاجم أجنبي. ولكن الغريبة ان الاهلي قال مش هنكتفي فقط بضم مهاجم اجنبي واحد في حال رحيل وسام، لا عايزين نجيب مهاجم اجنبي ومعاه مهاجم مصري، بحيث كده نكون عوضنا رحيل وسام ابو علي بالتعاقد مع 2 مهاجمين، واحد اجنبي واحد محلي. الاجنبي النادي الاهلي لسه هيشوفه، طب المحلي بقى ايه موقفه؟ مغالاة البنك الاهلي في سعر بيع اسامة فيصل يجعل مسؤول النادي الاهلي يفكرون بشكل جدي في اعادة المفاوضات مع محمد شريف من اجل ضمه، خاصة وانه لاعب حر لن يكلف الاهلي اي اموال الا راتبه.